السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى النهارده هنعمل احلى سندوتش بسكوت كده بالايس كريم بطبقتين حلو جدا. بس عامل ازاي؟ مخدناش وقت خالص. معايا هنا كيس بودرة كريم كراميل، ومعايا باكو من الجيلي، ومعايا معلقة من لبن بودر، ومعلقة سكر، وكوبايتين حليب، وكوباية الا ربع كريم شانتيه. اول حاجة الطبقة الاولانية كوباية اللبن، هنزل معلقة من السكر، ومعلقة كبيرة من لبن البودر، وعليها الباكو الايه جيل الفراولة. دي اول الايه الحاجات اللي احنا حطيناها في الاول طبق. هنقلبهم حلو قوي كده. حاجة سهلة وسريعة واحسن واحسن ما نشتريها لاولادنا من بره. هنحطها بقى نغطيها كده، نحطها في علبة كده ونحطها في الايه في الفريزر لمدة الايه 10 دقايق عقبال ما نعمل الايه الطبقة التانية. نفس الخطوات اللي احنا عملناها في الاولانية مع الفراولة هنعملها برضو في الايه بودرة كريم شانتيه. هنزل برضو بالمكونات دي كلها بالسكر واللبن البودر، وباكل ايه البودرة كريم كراميل، وهنقلبه. وهنزل بباكو من الفانيليا، هقلبه الاول كده بالمضرب، وبعد كده هغطيه بقى كده برضو واحطه ايه في الفريزر. بعد كده ما خرجناه كده من الفريزر ما شاء الله هعمل ازاي. هنزل بقى كوبايه الا ربع من كريم شانتيه بالراحه كده بالمضرب لغايه ما السمك ايه يتقل معايا. هعمل ازاي ما شاء الله ريحته حلوه جدا. طبعا هنا انا جبت البايركس وحطيت البسكويت على وشه، يعني لازم تحطيه على وشه. انا رصيت البسكويت كله، وهنزل بقى بطبقه الايه بودره الكريم كراميل كده ما شاء الله ريحته جميله جدا. ووزعيه حلو قوي كده بالايه بالمعلقه حلو، وهغطيه واحطه في الايه في التلاجة شويه. نعمل بقى الطبقه بعد ما طلعناه من الفريزر الفراوله، وهنزل بالكريم برضو شانتيه كوبايه الا ربع، واقلبه كده الاول بالمعلقه، وبعد كده بالايه بالمضرب لغايه برضو السمك ما يتقل معايا. عايزه بقى تحطي انت الفراوله الاول وبودره الكريم كراميل في التاني ماشي. انا حطيت ده على ده بصراحه. اي نكهه بقى انت عايزه تعمليها، مانجا، اي نكهه تحبي تفضليها مثلا تحبي تعمليها اعمليها. انا حطيت كده الفراوله الايس كريم الفراوله كده من فوق، ونفس الرصه اللي انا رصيتها بالبسكويت خلي بالك كده عشان اما تقطعي يتقطع ايه مظبوط. هعملها برضو فوق كده، حطهم برضو كده جنب بعض ما شاء الله. وهجيب كده كيس واحطه كده عليه، واحطه في الايه في الفريزر لمدة ايه ساعة او ساعة ونص كده. بعد كده هطلع بقى كده بالراحة من البايركس. بس ما شاء الله الكيس ولا لزق ولا اي حاجة. نقطع كده بقى. بس ما شاء الله خلي بالك كده ايوه. بصي نفس الرصة، بصي هتطلع معاكي الايه السندوتش عامل ازاي، وطعمه بقى جميل جدا. اه بالراحة خالص. وفرحتي ولادك بقى وعملت لهم احلى سندوتش ايس كريم. بصي تعمل ازاي. ايه رأيك بقى؟ اتمنى يا رب تجربيه كده وتقولي لي ايه رأيك. اتمنى يا رب الفيديو يكون سهل وسريع على قلبكم يا رب، واشوفكم على الف خير في رعاية الله حبايبي.